رغم أنني مريت في الولاية الأولى اللي كنت نائب عمدة مدينة الدار البيضاء من 2003 2009. إلا غادي نقول لك أنني واش أنا مرتاح ولا راضي عن ما قمت به فيما يخص الأعمال اللي درتها في مقاطعة الحي المحمدي، يمكن أنا ما مقتنعش، ولكن كنخلي المواطن هو اللي يحكم على ما قمنا به من أعمال بالنسبة للمقاطعة. ولكن المؤسف له هو أننا اللي ما كيخليناش أننا نلبيو الطلبات أكثر وأكثر في إطار التصورات ديالنا كرئيس مقاطعة ولا كمجلس اللي هو في 29 عضو. الأسباب هي أنه مجلس المدينة، وهو أنه ما عندناش سياسة القرب، لأن هناك مشاكل نعيشها. إلا غادي نقول لك أننا عندنا 500 مليون سنتيم بالنسبة للمقاطعة، كيف يعقل أنك دير مشاريع بالنسبة ل 500 مليون سنتيم كتأدي فيها البنزين، كتأدي فيها الهواتف، كتأدي فيها بالنسبة للسيارات، وهذا قيس على هذا الشيء المشاريع دي. إلا بغينا نديرو غير شارع، ناخذ لك على شارع، إلا بغينا ناخذ غير أنا شارع الحزام الكبير، جوج شوارع يمكن تمشي ليها الميزانية ديال مقاطعة الحي المحمدي. إذن الإمكانيات غير متوفرة، يجب إعادة النظر في المنظومة ديال الشأن المحلي بالنسبة لهذه المقاطعات، لأن المقاطعة ومجلس المدينة، أنا نعطيك على سبيل المثال، هناك مسؤول مثلا في مجلس المدينة على مدينة الدار البيضاء كلها على 16 مقاطعة، يمكن ما عمرو عرف حتى شي مقاطعة ولا مشى ليها، يعني كيسير مقاطعة داخل المكتب ديالو. وهذا السؤال تقدر تطرحه على رؤساء المقاطعات، أن هناك مراسلات عديدة لبعض المشاكل ولكن لا نرى جواب. ولما كنتصلوا بالمسؤول مثلا على رئيس اللجنه المصلحه كيقول لك اودي راه الحمل ثقيل وما يمكنش نقابل لنا الدار البيضاء اللي عدد السكان ديالها تفوق 5 ملايين، وما ادراك مدينه الدار البيضاء الحجم الكبير ديالها وداك الشيء. اذا يجب اعاده النظر في التقسيم ديال مدينه الدار البيضاء واعطاء الامكانيات، خاصه سياسه القرب. الا ما كانش امكان سياسه القرب راه ما يمكنش تسير، يمكن يمشي كما بغينا وكما كنشوفوا. هذا من الجانب. من الجانب الثاني هو ان حتى المقاطعات في حد ذاتها عندها خصوصيات. اللي كنقول الحي المحمدي راه ماشي هو ما كازا اونفا، لان ملي كنديروا الامكانيات اللي كنعطي للحي المحمدي نعطيه لكازا اونفا، اللي كنعطيه للمعارف كنعطيه لسيدي مومن، اللي غنعطيه للبرنوسي كنعطيه لا. إذا ما خص حسب الإمكانيات والحاجيات ديال كل منطقة خصنا نوصلوا لهذا المستوى. ونتمنى الله على أنه في الولاية الجاية إن شاء الله شهر 9 ديال 2015 وزارة الداخلية تخاذ بعين الاعتبار ديال هذه القضية ديال سياسة القرب وإعطاء الإمكانيات للمجالس باش هي تسير المسائل بيدها. بالنسبة للسكن غير اللائق، هذه هي الإشكالية اللي عندي مطروحها كرئيس مقاطعة الحي المحمدي. عدد ديال الناس ولا الصحفيين ولا جميع المواطنين على صعيد الدار البيضاء ولا صعيد الوطني دائما كيقولوا الحي المحمدي كيقولوا كاريه سونترال، مع انه كاريه سونترال هو تابع للمقاطعة عين السبع. وهنا أوجه نداء من هذا المنبر ديال كازا الآن، هو أنه يجب إعادة النظر في التقسيم، أنه كاريه سونترال راها تابع لمقاطعة الحي المحمدي ترابيا. ملي كنقول كريان خليفه وكنقول الساكا، ملي كنقول الساكا راه كيعرفوني ولاد الحي المحمدي اش كنقول كريان خليفه تمشي لعندهم وكيقول لك واش انت ولد الحي المحمدي ولد عين السبع، كيفاش انا ولد الحي المحمدي انا في كريان خليفه، كنقول له ديرها في التقسيم راك ولد عين السبع. اذا يجب اعاده التقسيم فيما يخص الحي المحمدي وارجاع الحاله كما كانت عليها سابقا في السبعينات والثمانينات. هذا في حاله. والحاله الثانيه ان الحي المحمدي ما عندناش السكن الغير لائق، باستثناء بعض الجيوب لا تتجاوز 140 ولا 160 ديال بعض السكن الغير اللائق. هذا هو اللي عندنا. من الحي المحمدي ما فيش كثره. يلا عندنا دوار السي احمد، ولكن انا راه فطور ان شاء الله ايجاد حلول. وبعض الجيوب القليله اللي كتجاوز مثلا كتلقى 7 هنا ولا 14 هنا، ولكن هناك تواصل مع السلطات المحليه في شخص السيد العامل والولايه الدار البيضاء الكبرى على اننا غادي نقضيو على السكن الغير لائق ان شاء الله بالنسبه للحي المحمدي. اذا بالنسبه للباعة المتجولون يجب ايجاد حلول جذريه.
يجب ايجاد حلول. خص هذا الملف كنطلب من الوزاره المعنيه ومن السلطات المحليه، لان هما اللي عندهم الحل في يديهم. يجب، وهذا اللي باقي كنقول، اذا هنا الناس ديال، لان قالوا اهلهم كادروا بشيء بها، لو كان كيلتجئوا كل منطقه. ناخذ الحي المحمدي، انا الحي المحمدي كرئيس مقاطعه وكاعضاء المجلس اليوم 29، انا متيقن انه لو كانت تشاور وتحاور ما بين الاعضاء، لان هما اللي كيعرفوا المنطقه. ولكن الحي المحمدي هو نرجع للسؤال السابق، وهو التقطيع. ان احنا ضحيه ديال التقطيع، احنا ما عندناش الملك، ما عندناش العقار. كنقول لك انا ما عنديش حتى 200 متر خاويه في الحي المحمدي باش ندير فيها مشروع. هناك مشاريع واراء بالنسبه للمجلس يعني غتحل المشاكل، ولكن ما عنديش عقار. انا كنقول لك الان دار الامانيه بجانبي، وهناك اراضي شاسعه بجانبي وهي تنتمي الى مقاطعه العين السبع، مع انها راه ديال الحي المحمدي معروفه من الستين والسبعينات. وغادي نقولها ونصرح بها ان هنا كانت التقسيم انتخابي في السنوات السبعينات والثمانينات. لهذا اوجه نداء لوزاره الداخليه ولا للسلطات المحليه باعاده تقسيم كما كان الحي المحمدي. اما بالنسبه للباع المتجولين كنقول لك هناك اقتراحات، ولكن خصنا نوجدوا واحد الارضيه. خذوا على سبيل المثال مشيتي لفرنسا ولا بعض دول اسبانيا، كاين اسواق اسبوعيه، نقدروا نديروا اسواق اسبوعيه نوفروا لهم. كاين اطار مبادره التنميه البشريه اللي هي بكل صراحه اللي ديال صاحب جلاله نصره الله، يعني حلت واحد الاشكاليه كبيره بالنسبه للباع المتجولين الان اللي صبحوا الان كنحولوهم لبعض الجهات. الان كاين واحد العمل، ولكن غير التنسيق ما كاينش. كنتمنى باش تتخذ بعين الاعتبار وتتخذ من طرف الحكومه اللي معنيه بالامر بالدرجه الاولى، لان ذاك الخطاب ديال سيدنا فتح افاق وفتح اشياء اللي كان كل واحد ما كانش كيقدر يدوي عليها. ومن خلال الخطاب الملكي السامي خلانا الجميع يتحرك ويدوي ويعرف. وحتى المعطيات تعرفت، لا بالنسبه للسلطات المحليه ولا المنتخب، وكل واحد عرف شنو هو الواجب اللي عليه. اذا كان حافز، وكان جعلنا هذا الخطاب هو اللي يحفزنا اكثر واكثر باش نقولوا مشى وقت نتاع ديال ندرقوا. ولا نبقى نقولوا الان صبح من الخطاب الان. ها انت سمعتي الى شتي المشاريع الان في الدار البيضاء كاينه، وهذا بفضل ديال صاحب الجلاله ما حتى واحد مننا. والحمد لله ملي كتكون شي حاجه جايه على يد صاحب الجلاله كنا نثمن لها، لا معارضه ولا اغلبيه ولا المواطن كله. اذا في الخطاب ديال سيدنا كان خطاب كالخطاب اللي كان في 2011 اللي عطى الانطلاقه نتاع البرلمان الجديد وعطى دستور جديد. اذا هناك خطابين، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش ياخذوا المستشار وياخذوا المواطن العادي باش يفهم ان هناك تصور جديد واستراتيجيه جديده في عهد محمد السادس. انا اظن ان هناك دستور يحكمنا وقوانين تضبطنا. الرئيس ما عليه وما عليه كيعرفوا، والوالي ولا العامل ما عليه كيعرفوا. وانا شخصيا التجربه اللي درت يعني بكل صراحه بتواضع ان جميع العمال اللي عشت معهم المرحله كان هناك تفاهم. بالعكس كان ما كانش عندنا واش انت اللي غادي تاخذ القرار ولا انا غادي ناخذ القرار. ملي كيكون القرار صائب والقرار غادي في اتجاه نتاع المواطن بالدرجه الاولى في المصلحه نتاع البلاد، كنا ما كيفرض راسو، ما كيفرض عليا رايه، وما كنقدرش نقول له دير راه الاختصاص ديالي عافاك. بالعكس، ونقول لك انا المنتخب بدون سلطه لا يمكن المنتخب يسير، والسلطه بدون منتخب ما نظنش غتنجح العمليه. اذا هناك تركيبه لازم ان كتبقى شخصيه الرئيس في التعامل مع العامل ومع الوالي في الوصول للهدف. انا لا اظن ان السيد الوالي ولا العامل في المغرب كامل يكون واحد مسؤول رئيس غادي في التوجه الصحيح، ولا اظن يا اخي ان السيد الوالي ولا العامل غادي يقول له لا الله يخليك هذه ما ديرهاش انا مسؤول عليها ولا انا الصلاحيه فيها. لا اظن. كنناقشوا المواضيع اختصاصي ولا اختصاصي وكنناقشوا، ملي كتكون المصلحه كننفذوا. اذا لا تخوف، وما نلعبوش على هذه الوطره، ما نلعبوش على هذه الوطره اللي نخليو فيها واحد الفجوه اللي غتكبر بور ريان ديتو. انا صراحه انا بعد ما كنعيش، وكنظن ان بعض الرؤساء في الدار البيضاء كنعرف علاقتهم مع العمال والولاة. انا شخصيا مع العامل ديال عامل الحي المحمدي عين السماح الان مشاريع الان الحمد لله. انا ما فين ما كندقوا باب ديالو ما كيقولش لنا لا، وفين ما كيطلب لنا شي حاجه في مصلحه ديال الوطن ديال البلاد كنمشيو فيها.